الفيلم كيبدا بخمسة ديال الصحاب غاديين في طريق طويلة بالطونوبيل. غيريرو، كومبو، طونكو، طورو وبولو باينين مرتاحين، كيضحكوا وكيتناقشوا على شنو غادي يتغداو. ولكن هادي ماشي سفرية عادية، هاد الرجال راهم من النخبة ديال القوات الخاصة في المكسيك. ديك اللحظة ديال الهدوء غادي تخسر فاش واحد الطوموبيل اخرى غتضربهم على غفلة وغيبداو يطيروا القرطاس. هادي كانت غير البداية ديال الهجوم المضاد ديالهم. مرحبا بكم في كاونتر سترايك. من بعد القصة كترجع ل 72 ساعة قبل، في واحد القهوة صغيرة غيريرو جالس مع صاحبو توتشو، حتى كيردوا البال شي حاجة خايبة واقعة قدام الكوميسارية. واحد العصابة كدير الشغب عين باين، كيتصرفوا بحال الا الهومة ديالهم، زعما زاعمين لدرجة كيديروا الجرائم قدام البوليس براسهم. العصابة كتحاول تجر واحد الشابة سميتها كارلا، هي جات باش تبلغ على شي حاجة للسلطات، شي حاجة عندها علاقة بهاد المجرمين نيت. امها لوسيا كتحاول تفكها منهم، ولكن جوج عيالات ما يقدروش على رجال هازين السلاح. غيريرو ما قدرش يبقى يتفرج في هاد الشيء، بحكم انه ضابط في العسكر دخل ديريكت وواجه العصابة وغلبهم في مضاربة قاصحة. من بعد شوية البوليس خرجوا كيجريو من الكوميسارية، ولكن بلاصة ما يعاونوا وجهوا سلاحهم لغيريرو اللي كان شاد الشاف ديال العصابة. باش يتفادى اي سوء تفاهم غيريرو جبد البلاكه ديالو وعرف براسو ككابيتان في القوات الخاصة. الجو تبدل في البلاصة، واحد من البوليس عرفو وعطى اوامر لرجالو باش يعتقلوا المجرمين. فاش جا غيريرو يمشي بحالو، لوسيا وكارلا جاو عنده، عاودوا ليه باللي جاو للكوميسارية باش يبلغوا على واحد المقبرة جماعية قريبة من تما. غير سمع العسكر هاد الشيء خداو القضية في البلاصة. القوات الخاصة والشرطة العلمية جاو، حيت قضية بحال هادي ما يمكنش يخليوها للبوليس العادي. في البلاصة ديال المقبرة لقاو جثث ديال بزاف د العسكر مدفونين تما، باينه باللي كانت مجزرة خايبة، ولكن تال دابا تا واحد ما عرف شكون دارها. العسكر داروا جنازة رسمية باش يكرموا هاد الجنود وحضروا ليها العائلات ديالهم اللي مقصحين ومفقوعين. هاد الشيء ولا قضية رأي عام ودوا عليه كاع التلفازات في المكسيك. تقارير بينات باللي العسكر تعذبوا وتقتلوا في واحد المهمة باش يشدوا واحد سميتو خوسيفو اورياس. في جهة أخرى خوسيفو داير اجتماع مع رجالو كيحذرهم باش يردوا البال من غيريرو، وقال لهم باللي ماشي شي واحد اللي يستهنوا به. في نفس الوقت خوسيفو ديجا موجد خطة أخرى، عطى اوامر لرجالو باش يخطفوا لوسيا وكارلا. نرجعوا للقياده ديال العسكر. غيريرو جمع الفرقه ديالو باش يخططوا كيفاش يشدوا خوسيفو. كومبو، طونكو، طورو، بولو كلهم مشاركين في المهمه. المعلومات اللي عندهم كتبين باللي واحد خينا سميتو لالو اللي هو من الذراع اليمين ديال خوسيفو هو اللي مكلف بهاد المجزره. الخطه باينه، غيشدوا لالو هو الاول ويخدموه كطعم باش يجبدوا خوسيفو ويطيحوا الشبكه ديالو دقه واحده. الغد ليه غيريرو وفرقته بداو الخطه ديالهم، ما تعطلش الوقت بزاف ولقاو لالو وشدوه هو جالس كياكل في واحد الريستو. العمليه كانت نقيه ومسربيه كما مولفين القوات الخاصه. في نفس الوقت شي حاجه خايبه بزاف واقعه في الكواليس. خوسيفو داير اجتماع مع وزير الدفاع المكسيكي. الهدف من هذا اللقاء باين، خوسيفو جا باش يعطيه رشوه باش يتاكد باللي العسكر غيبعدوا منه. في هذيك الهضره الوزير غيفرش واحد السر خطير، التليفون ديال غيريرو راه ديجا مخترق، يعني مراقبينه. وعلم خوسيفو باللي لالو تشد وغالبا غيلصقوا فيه التهمه ديال المجزره كامله. في القاعده غيريرو ورجالو تكافئوا حيت شدوا لالو، عطاوهم 3 ايام ديال الكونجي. من بعد داكشي كامل اللي داز عليهم، هاد الراحه جات في وقتها. مشاو لديورهم باش يدوزوا الوقت مع العائلات ديالهم، وتصوروا مجموعين باش يعقلوا على الخاوه اللي بيناتهم من بعد بزاف د المهمات. ولكن هاد الهدوء ما غيدومش، هاد العطله القصيره غادي تخسر بهذيك اللقطه ديال القرطاس اللي شفناها في البدايه. رجال خوسيفو داروا كمين لهاد العسكر الخمسه، حالفين تيصفيوها لغيريرو مره واحده، ولكن هذا ماشي هدف سهل. غيريرو وفرقته دغيا رجعوا السيطره وطيحوا المهاجمين بواحد الدقه عاليه. فاش سحاب ليهم باللي كل شيء سالا، جا رومانو مع الدعم. ناضت عاوتاني قرطاسه حايبه، ولكن مره اخرى غيريرو وفرقته بينوا علاش هما واعرين. رجال رومانو طاحوا واحد مورا واحد، رومانو براسو تضرب ضربه خايبه، وقبل ما يموت حذر غيريرو باللي خوسيفو عمرو غيوقف تيقتلهم. هاد المضاربه مازال ما سالات. غيريرو عرف باللي يقدر يجي دعم اخر في اي لحظه، داكشي علاش هربوا في البلاصه. في الطريق غيريرو تواصل مع القياده وقال لهم باللي رجال خوسيفو تابعينهم وطلب الدعم. ما تعطلوش بزاف، خوسيفو وصل للبلاصه فين طايح رومانو. فاش شاف صاحبو ميت طلع ليه الدم بزاف. رومانو ما كانش غير خدام معاه، كان بحال خوه. خوسيفو باغي ينتقم، عطى اوامر لرجالو باش يتبعوا غيريرو من السينيال ديال التليفون اللي مخترق. في هذا الوقت غيريرو والدراري غاديين وسط الغابه قاصدين واحد المركز ديال الامن، كانوا باغيين يتجمعوا وياخذوا الدعم، ولكن تخشاو في المشاكل دغيا. ناضت عاوتاني حرب بالقرطاس. بولو تضرب في كتفو اليسار وطونكو تضرب ضربه خايبه في ودنو ورجلو.
كومبو دغيا تدخل وبدا كيدير جهدو باش يداويهم تما نيت. في جهه اخرى واحد من رجال خوسيفو اللي بقاو حيين علم الشاف ديالو بداك الشيء اللي وقع. خوسيفو بقى مبرد متاكد باللي فين ما هرب غيريرو غادي يلقاه، ومادام الوزير الدفاع كيعطيه الخبار القضيه غير مساله وقت. خوسيفو ورجالو ما ضيعوش الوقت ومشاو ديريكت للبلاصه اللي عطيهم كيليفون، ولكن فاش وصلوا ما لقاو لا غيريرو لا فرقته، لقاو غير التليفون ديال غيريرو محطوط فوق الجثث ديال 5 من رجال خوسيفو. في هذيك اللحظه خوسيفو عرف باللي غيريرو قلبو. غيريرو كان ديجا عارف باللي التليفون مراقب. في جهه اخرى وبولو وطونكو مضروبين مزيان، الفرقه قررت تحبس وترتاح شويه. كومبو عاود قلب ليهم الجرح، ولكن باينه باللي حالتهم كتكرفص، الوقت ماشي في صالحهم. في هذا الوقت غيريرو قلب التليفون ديال رومانو اللي خداه قبيله. فاش كان كيقلب فيه لقى واحد الفيديو اللي قلب كل شيء. الفيديو كيبين باللي وزير الدفاع كان خدام مع خوسيفو هادي شحال. هاد الشيء اكد لهم الشكوك ديالهم. هما ماشي غير كيتضاربوا مع عصابه، راه كيواجهوا الفساد في الدوله براسها. غيريرو عرف باللي القضيه حامضه وقرر باللي خصهم يزربوا، خصهم يوصلوا اقرب مركز امني ويطلبوا الدعم باسرع وقت. في الطريق لقاو واحد الدار باينه كيخدموها المجرمين. كومبو اقترح ينقيوها ويخدموها كملجأ مؤقت. محتاجين بلاصه امنه فين يداويو بولو طونغو مزيان. بلا ما يترددوا دخلوا للدار وصفاوها لاي واحد لداخل، ولكن داكشي اللي لقاو صدمهم. لقاو 2 رهائن صدقوهما لوسيا وكارلا اللي تخطفوا قبل من طرف رجال خوزيفو. فاش شافوا الام وبنتها في هذه الحاله الفرقه بقات فيهم الحال. غيريرو هدأهم ودار جهدو باش يبرد عليهم. فاش كانوا كيأمنوا الدار لقاو سلاح وقرطاس ومتفجرات مخبين لداخل. دابا ما بقاوش غير عسكر هاربين، ولاو مسؤولين على 2 مدنيين. اي قرار غادي ياخدوه من دابا للفوق خصو يكون بحذر كبير. المسؤوليه كبرات، ولكن الاستسلام عمرو كان من شيامهم. كعسكر كيزيدوا للقدام واخا يوقع اللي وقع، مهمتهم مازال مسالات. ديك الليله غيريرو شرح لوسيا وكارلا باللي خوزيفو ورجالو كيقلبوا عليهم، ما كاينه حتى بلاصه امنه. الحل الوحيد هو يخرجوا دابا ويمشيو للمركز الامني يطلبوا الدعم. قبل ما يخرجوا لبسوا لوسيا وكارلا جيليات ضد قرطاس وحطوهم في الوسط، ودايرين بهم غيريرو والدراري باش يحميوهم مزيان. كلشي واجد، غير جاو يخرجوا من الدار ناضت الروينه. خوسيفو هجم عليهم على غفله، حيت العدد ديالهم قليل والقرطاس خدام عليهم. غيريرو والفرقه اضطروا يرجعوا للدار، تخباو وبداو كيردوا القرطاس بداك الشيء القليل اللي بقى عندهم. موقف صعيب بزاف. لوسيا وكارلا فاش شافوا العسكر كيتقاتلوا بحال هكاك ما بغاوش يبقاو غير كيتفرجوا، بغاو يعاونوا. غيريرو فاش شاف الشجاعه ديالهم خدا قرار صعيب وعلمهم بالزربه كيفاش يشدوا السلاح. في نفس الوقت كومبو طلب من طونغو يكوفري البلاصه باش يتفرغ يداوي بولو اللي حالته غاديه وكتكفس. على برا خوزيفو ورجالو ما حبسوش من القرطاس على الدار، وخلاو غيريرو والدراري حاضرين راسهم وشادين بلايصهم. الحيوط كيتزعزعوا بالدك. في واحد اللحظه فاش رجال خوزيفو حبسوا باش يعمروا السلاح، غيريرو عطى الاشاره للفرقه وضربوا ضربتهم. واحد القرطاسه ديال غيريرو جابتها في واحد العدو ونقصات من الهجوم. فاش برد القرطاس شويه غيريرو سول على الدراري باش يتاكد باللي كلشي باقي حي وشاد بلاصتو. جاوبوه واحد بواحد، ولكن طونغو كان فاشل. تضرب من عند خوزيفو وما بقاش قاد يتحرك، قدر غير يغوت كيطلب القرطاس. وبما ان غيريرو والاخرين ما يقدروش يخليو بلايصهم، كارلا زعمات ومشات باش توصل القرطاس لطونغو. في نفس الوقت بلا ما تعيق الفرقه شي وحدين من رجال خوزيفو تسلوا للدار من واحد النفق سري. في ثواني دخلوا وتواجهوا مع طونغو وكارلا وجها لوجه. فاش شاف الخطر طونغو قال لكارلا تبعد منه، عرف باللي ما كاينش حل اخر. باش يحمي صحابو طونغو ضحى براسو، فرقع واحد المتفجر ومات هو والمهاجمين دقه واحده. هاد الصدمه كانت قاصحه، وقبل ما يستوعبوها وقعت مصيبه اخرى. بولو تضرب بالقرطاس ديال خوزيفو في الروينه، كان ديجا نزف بزاف وما بقاوش قادين ينقذوه. غيريرو كيشوف خوخر كيطيح قدام عينيه. لوسيا وكارلا حسوا بالثقل ديال هاد التضحيه. هاد الرجال ضحاو بكل شيء باش يحميوهم. وسط هاد المعركه الحزن تخلط مع الشكر، وهما كيدعيو بصمت مع طونغو وبولو. في الاخر القرطاس سكت، خوزيفو بقى بوحده. فاش ما بقى عنده حتى واحد من رجاله طيح سلاحه واستسلم. ولكن بلاصه ما يسالي هاد الشيء هنا طلب باش يتضارب مع غيريرو راجل لراجل. كعسكري غيريرو رفض يضرب واحد ما هزش السلاح وقبل التحدي. المضاربه كانت شرسه. في الاول خوزيفو كان هو الغالب وبين باللي واعر في المضاربه ديال اليد. غيريرو لقى صعوبه باش يجاريه، ولكن تفكر وجوه صحابو اللي ماتوا. التضحيه ديالهم شعلات فيه العافيه من جديد، رجعات ليه القوه.
رستم بكل ما أوتي من جهد بدافع الفقدان والواجب غيريرو غلب خوزيفو وطيحوا الأرض. فاش سالا رجع عند الآخرين وأكد ليهم باللي هاد الكابوس سالا. وسط الدم والعيا الوطنية ديال غيريرو بانت. خسر صحابه ولكن ما خسرش المبادئ ديالو. الصباح الآخر وصل الدعم أخيرا. خوزيفو شاد في خيط الروح تشد. غيريرو خلاه حي بالعاني، بغاه يبقى حي باش يشهد في المحكمة ويفرش المسؤولين الشفارة اللي كانوا معاونينه ومنهم وزير الدفاع. في الاخر غيريرو، كومبو، تورو ولوسيا وكارلا ركبوا في الهليكوبتر، مشاو بقلوب مجروحة هازين معاهم الهم ديال الموت ديال طونغو وبولو، ولكن الذكرى ديال الشجاعة والتضحية ديالهم غتبقى معاهم ديما. العبرة من هاد القصة هي ديما قلب تليفونك واش مراقب، وعمرك تثيق في شي وزير شفار، ومن الأحسن تبقاو تدابزو غير على شنو غتغداو بلاصة ما تضاربوا مع عصابة كاملة ديال الكارتيل.